السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله عندي مشكل. المشكل اللي عندي اليوم كنفكر ننتحر. الانتحار ظاهره اللي بسببها كيموت شخص كل 40 ثانيه في هذا العالم، يعني سنويا اكثر من 777 الف شخص. والا درنا عمليه حسابيه بسيطه من دابا ل 2060 غنلقاو ان غيموت بسببها اكثر من 34 مليون شخص، يعني اكثر من الشعب المغربي. وعلى ذكر الشعب المغربي فبلادنا من بين البلدان الاسلاميه اللي منتشره فيها ظاهره الانتحار، بحيث ان الاحصائيات ديال منظمه الصحه العالميه بينت انه في سنه واحده انتحر اكثر من 1600 مغربي بمعدل اكثر من 4 الحالات يوميا. الصراحه هذا الرقم كيخلع، على داكشي علاش بغيت نسولك على شنو الاسباب اللي كتبان لك كتساهم في انتشار ظاهره الانتحار في بلادنا. احتمال كبير ان الجواب غيكون واحد من هاد الجوج، اما غادي تقول لي البعد من الله وضعف الايمان، وهنا غيكون عندك الحق لان كل ما كنبعدوا من الله كل ما كنفقدوا الدافع النفسي للصبر على المشاكل، واما غادي تقول لي المشاكل الاجتماعيه، الفقر، البطاله وحتى المشاكل العاطفيه، وحتى هنا غيكون عندك الحق لان هذه المشاكل تقدر توصلنا لواحد الحاله نفسيه اللي كيبان لنا فيها الانتحار هو الحل. ولكن اذا تاملنا مزيان في ظاهره الانتحار وربطناها بالتحولات الاجتماعيه اللي عاش المجتمع ديالنا في السنوات الاخرى غنلقاو سبب واحد اخر اللي هو الاسره. هذه الاسره اللي البارح كانت كتلعب واحد الدور مهم على مستوى التربيه الدينيه والتربيه النفسيه للافراد ديالها، وكان ملي واحد كيوقع ليه مشكل كتلقى كل شيء في جنبه. مي حال هذه الاسره اليوم تبدل، حتى شي واحد ما بقاش عنده الكانه او الطاقه انه يسمع الاخر. هذا الشيء اللي كيخلينا اننا نحسوا باللي حنا بوحدنا في هذه الدنيا، وحتى ملي كنفكروا اننا نشكيو عليهم كنلقاوهم اول الناس كينتقدونا بدل ما يوقفوا جنبنا. اجي بغض النظر على الاسباب اللي كتساهم في انتشار ظاهره الانتحار في بلادنا، واش ما كتشوفش بلي الناس بعض المرات كينتحروا على شي حاجه ما كتستاهلش؟ كمثال كاين اللي كينتحر حيت فشل في دراسته، كاين اللي كينتحر حيت فشل في علاقه عاطفيه. انا اكيد اننا لو حطيناك في نفس المشكل في نفس الظروف ما غتنتحرش، ولكن السؤال اللي مطروح هو علاش هاد الناس كتنتحر مادام الاسباب ما كتستاهلش. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نديروا في بالنا باللي المشكل اللي كينتحروا بسببه ماشي هو المشكل الحقيقي، بل كيكون النقطه اللي كتفيض الكاس، لان فكره الانتحار كتولد عن طريق تراكمات نفسيه. التراكمات النفسيه اللي ما كتجيش بين ليله ونهار ولكن كتجي عبر مراحل. المرحله الاولى اللي هي مرحله الصراع الوجودي، بحيث ان الانسان في هذه المرحله كيبدا يتساءل على شنو السبب ديال الخلق ديالو، علاش هو كاين في هذه الحياه وعلاش تولد اصلا. وهنا فين كنلقاو الفرق بين واحد داير الايمان في قلبه وقريب من الله وكيعتبر بلي هذه الحياه هي حياه اختبار وبلي كاين حياه اخرى فيها الجنه وفيها النار، وبين واحد كيعتبر بلي هذه هي الحياه الوحيده اللي غنعيشوها، وبالتالي فهو كيعتمد المبدا ديال اما نعيشها زوينه اما ما نعيشهاش. اما المرحله الثانيه فهي مرحله الصراع الاجتماعي، بحيث ان الانسان في هذه المرحله كيبدا يصطدم بالسلوكات السلبيه ديال افراد المجتمع وكيفقد الثقه في الناس اللي محيطين به، وكيبان ليه بلي ما كاينش اللي يستاهل تضحي على ودو وما كاينش اللي يستاهل تعيش على ودو. وبالنسبه للمرحله الثالثه فهي اخطر مرحله كتمر منها النفسيه ديال المنتحر. علاش؟ لان في هذه المرحله كيتحول الصراع من صراع وجودي اجتماعي لصراع داخلي، صراع بين النفس وبين الجسد. هذا الشيء اللي كيخلي ان الانسان تولي عنده الحياه تزيد ناقص، كتخلي ان الانسان يقلل من قيمه ذاته وكيولد واحد النوع ديال الالم النفسي اللي باش يقدر يتخلص منه كيبان ليه بلي الانتحار هو الحل. بغيت نقول لك بانه الا كنتي كتفكر تنتحر باش تخلي شي شخص يندم على الفراق ديالك، كون اكيد انك فاش غتنتحر غادي يبكي عليك شهر، عام، 10 سنين، مي مع الوقت غينساك، دونك انت اللي خاسر. بغيت نقول لك انه الا كنتي كتفكر تنتحر حيت ما حاش بالسعاده في هذه الدنيا، كون اكيد راه ما كاينش شي واحد في هذا الكون اللي عايش السعاده 100% او لا عايش التعاسه 100%، لان النظام ديال الحياه هو اللي داو الالم، يعني نهار ليك ونهار عليك. بغيت نقول لك بانه الا كنت كتحس براسك عندك مشاكل نفسيه او لا كتعاني من الاكتئاب ما فيها باس باش تمشي عند الطبيب النفساني، وحتى الا ما عندكش الامكانيات باش تمشي عند الطبيب النفساني يمكن لك تشوف اقرب الناس لك او الناس اللي كتثق فيهم وتفرغ عليهم المشاكل ديالك، لان بعض المرات المشاكل ملي كنكبتوهم يقدر يكون المشكل صغير ولكن حنا اللي كنكبروه. وفي الاخير بغيت نقول لك بانه الا كنتي كتفكر تنتحر حيت الحياه كتجيك صعيبه او حيت المشاكل ديال الحياه كثار، ما تنساش بان اللي خلقك كيقول في سوره النساء ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، يعني قد ما كبر المشكل الرحمه ديال الله كبر منه. سيادنا حلقه اليوم سالت، نتمناو تكون الرساله وصلت. الا بانت لكم هذه الحلقه تستاهل تنشر ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع اصحابكم، من يدري ربما نكونوا سبب في اننا نخليو واحد اخر يبدل فكره الانتحار، علاش لا. السلام عليكم.